لحد الان نشكركم بزاف الحمد لله. بقيتوا معنا من الاوائل حتى الاخر، مع الرغم ان العائله واللي كانوا عليهم يكونوا بقاو واقفين معنا حتى لدابا ما بقاوش واقفين. المهم اخوتي تطلع. المهم السلام عليكم اخوتي. بالنسبه لاول حاجه نقولها هي كنت غنشكر كاع الناس اللي داوموا معنا في الدعوه، اللي بقاو واقفين معنا من الاول حتى الاخر كما قالوا. والمهم الدعوه اليوم ترفضات نهائيا، يعني ما بقاتش شي دعوه ديال النساب. السبب باش ترفضت هو ان امنيه دارت تنازل وانا وياها دخلنا للدعوه. ولكن اللي بقى فيا انا في هذا الشيء كامل هو لا ديالي اللي درت انا ما خرجتش النتيجه ديالها. هذا الشيء اللي بقى فيا. المهم اخوتي نعاود لكم الجلسه ديال اليوم. القضيه ديال اليوم ما بقات لا قضيه لا شي حاجه. حتى النتيجه ديال الخبره الجينيه ما تنطقاتش بها كاع. السبب امنيه تنازلت صافي. اخوتي انا بقى فيا الحال في حاجه واحده، اقسم بالله في حاجه واحده. ما علاش ما يخرجوش لي راضيين ديالي انا؟ علاش زعما حيت نازلت هي وهي راه كبر مني زعما. حيت نازلت هذاك اللي كبر مني هذاك اللي صغر منا صافي نديرو بحال اللي ما دارش الدعوه كاع، نخرجوها من ازيرو ما كتدخلش العقل. خوتي فين غيبقى عندك الجهد باش تعاود ترفع دعوه بوحدك؟ هادشي راه خصو يكون يتحصر في القضاء. علاش واحد كبر مني انا تنازل واللي صغر منا صافي شا هو يخرج معاه من الدعوه؟ علاش؟ مع الرغم انا راه داير الخبره الجينيه، يخرجوا لي النتيجه ديال الخبره الجينيه. وراه حاجه عاديه هذه، مادام امنيه غادي تنزل للدعوه وانا داخل لها انا وياها راه حاجه عاديه. ولكن علاش حتى لو بقيت لاضيين؟ علاش حتى لو بقيت لاضيين؟ خلي لاضيين تخرج هذيك الساعه، خلي لاضيين نسمعوا حنا كاملين في كاين المشكل. علاش حتى لو بقيت لاضيين؟ جيله والله ما نبكي ولا نطيح شي دمعه على هذوك الناس. بالله انا كيبقى فيا الحال راه من دمي، راه ماشي امنيه اللي دارت تنازل، راه ماشي شي واحد خور. لا ما تخليش لهم الفرصه كاع. انا داير لاضيين، هي باغا تنازل ما تخليش لهم الفرصه كاع. خلي تخرج لاضيين ديالي انا. علاش انت شنو غنقول؟ شنو غنهضر على هذيك السيده؟ خليها بينها وبين راسها تفهم راسها حتى من بعد تعرف راسها شنو داروا كاع. المهم راك كنعيا كنقول لك راه غيضربوني بك في واحد الوقيته، غيضربوني بك. انا راه داير الخبره وهي ما خرجتش نهائيا حيت انت درتي تنازل. المهم تحياتي لكم اخوتي، الله يكبر بكم اخوتي.